المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. عقد مؤتمر تقييمي حول كافة أنشطة المرأة في عنسبة. إرساء الخدمات الاجتماعية في محلاب. تأهيل أعضاء قسم الزراعة والأراضي في الأوسط. الحريري يصل باريس لإجراء محادثات مع ماكرون. اختتام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ببون في ألمانيا. واختفاء غواصة أرجنتينية وعلى متنها 44 بحارا. السلام عليكم ورحمة الله. عقد في مدينة كرن في 16 من نوفمبر منتدى تحت شعار تطور المرأة في ربع قرن، وذلك لتقييم مميزات وقصور أنشطة المرأة في الإقليم خلال سنوات الاستقلال ال25. وقدمت في المنتدى الذي شاركت فيه أكثر من 350 امرأة 7 أوراق عمل حول كافة جوانب التقدم والتحديات في الفترة من عام 1991 وحتى عام 2016. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد عبد الله الأمين في الكلمة الافتتاحية إن المنتدى سيسهم في تقييم تنفيذ الأنشطة ومميزات وقصور التنفيذ، والخروج بأفكار وتوصيات للقيام بعمل فاعل مستقبلا. من جانبها أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيدة أمة القوسي أن نضال المرأة عملية لا تنتهي في مرحلة واحدة وبجهة واحدة فقط، وقالت بأنه يتوجب الحفاظ على المكتسبات والتصدي للتحديات بالعمل المشترك. وبحث المنتدى الأوراق المقدمة وقدم آراء لبذل الجهد في تنظيم وتعزيز المرأة في سعيها للتعليم والمنافسة لرفع كفاءتها، وأن يكون مثاليات في المسؤولية والقيادة، وتجهيز حضانة للأطفال في مكان العمل للمرأة الأم، والاهتمام بقضية الأرض والتأهيل التجاري قبل تقديم القروض وغيرها من المواضيع. وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس ميكائيل في الكلمة الختامية إن مشاركة المرأة تتعزز في كافة أنشطة البلاد، لكن المنتدى بين عن وجود أعمال كثيرة في الانتظار، وسيعمل الاتحاد بالتعاون مع كافة الشركاء لإيمانه الوصول إلى الأرضية المنشودة بالعمل المضاعف. وقدمت في ختام المنتدى الجوائز التشجيعية للمرأة النموذجية كلا في مجال عملها. السيد حامد أسفداي إن السكان يسيرون حياة مستقرة لإرساء خدمات مياه ب5 نقاط للتوزيع، ومدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة، وعيادة لتجمع قرى قربت ونوريت وقرارة وباب حريش في محلاب. وأوضح مسؤول عيادة محلاب مساعد التمريض يمانك فلغرقيس إن عيادة محلاب تقدم خدمات التطعيم للأطفال ورعاية الأموم والأطفال، إضافة إلى خدمات العلاج العامة. وحول خدمات التعليم أشار الأستاذ بشير حسين من مدرسة فرسلام إلى وجود مدرسة ابتدائية تستقبل 540 طالبا ومدرسة متوسطة تستقبل 183 طالبا، داعيا لحل النقص في المعلمين وبناء سور للمدارس. وقال السكان إن متطلبات الخدمات الاجتماعية حلت تدريجيا، داعين لحل مشكلة المواصلات الصعبة. نظم قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط دورة تأهيلية تطبيقية ل 328 من أعضائه الجدد، وتركزت الدورة على وقاية النباتات وتجميع المعلومات المترولوجية وحفظ المياه والتربة والتنمية المروية والتشجير والثروة الحيوانية وتنمية الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى تلقيح ورعاية أشجار الفواكه. في غضون ذلك قدمت دورة مماثلة ل 190 من المزارعين في ضاحية حنبرتي حول التنمية المروية وإدارة المياه وتربية المواشي والنحل، بالإضافة إلى تحضير السماد الطبيعي. كما نظمت دورة خاصة ل 85 من المزارعين حول تربية النحل والدواجن والبهان الأبقار.
وألقى المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد يمان أباي في مراسم التخرج كلمة ذكر فيها بأن الدورة التي قدمت بالقدرات المحلية هدفت إلى تعزيز عملية توارث التجارب والأفكار بين الأعضاء القدماء والجدد، معبرا عن أمنياته لتطبيق الشباب للمعلومات التي نالوها نظريا على أرض الواقع. من جانبه قال المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان إن الدورات التي تنظم في مكان العمل تلعب دورا كبيرا في إفادة الأعضاء الجدد، داعيا المزارعين لتعزيز مساهماتهم مديرية مصوع السيد كداني ولد سلاسي إن أنشطة التشجير التي نفذت في المدينة حققت نتائج مرضية، وإن إدارة المدينة تتخذ المبادرات للدفع وفيما يتعلق ببناء المباني غير القانونية أشار الاجتماع إلى أضرارها الكبيرة، داعيا المواطنين لتوخي الحذر من الخسائر التي تنجم عنها. وطلب الاجتماع لنشر حاويات إضافية لضمان نظافة مدينة مصوع وتأمين نظافة دورات المياه العامة والاهتمام بنقص المواصلات داخل المدينة وحماية الأشجار من الماشية. خرجت شركة عنبربب التساهمية في 17 من نوفمبر الجاري 74 من أعضائها المهندسين، منهم 16 من المهندسات، تلقوا دورة تأهيلية في حفظ الممتلكات وفقا لمنهاج ومقياس شركة تويوتا اليابانية. واشتملت الدورة التي تقدم حسب منهاج شركة تويوتا من 67 وحتى 250 ساعة على 5 مجالات متمثلة في فحص وصيانة المحركات وإدارة المخازن والتوزيع، بالإضافة إلى الحدادة والتلوين. وألقى المدير التنفيذي للشركة السيد جرماي أبرهيه في مراسم التخرج كلمة أوضح فيها بأن شركة عنبربب التساهمية هي وكيل ل3 شركات يابانية كبيرة، وهي تويوتا وياماها وكوماتسو، مشيرا إلى أن تلك الشركات تقدم منتجاتها على خدمات المبيعات الفعالة والتقنيات الحديثة. وأوضح السيد جرماي بأن شركة عنبربب ظلت تقدم دورات تأهيلية لأعضائها باستمرار منذ عام 1997 في مركز يدار عبر منهجية الشركات التي أعطتها الوكالة، كما تنظم دورات تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية وكلية العلوم وتقانة البحار والقوات البحرية الإريترية، مشيرا إلى أن تقنية المركبات المكتسبة سواء على البر أو البحر مفتوحة لكافة الجهات المهتمة. من جانبه قال ممثل الخريجين المهندس أبراهام دانييل إن الدورة تعطي الأولوية للعمل الجماعي والسلامة وتلبي رغبات الزبائن، مناشدا لحل القصور التي تواجههم في الكتب المرجعية. وقدمت في المناسبة برامج توضح أحدث التطورات التقنية التي توصل إليها العالم في عملية الفحص والصيانة، مصحوبا بالتقانة. فاصل أيها السيدات والسادة، ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري يوم السبت أنه سيتوجه إلى بيروت في الأيام المقبلة ويعلن موقفه من الأزمة في بلاده بعد أن يجري محادثات مع الرئيس ميشيل عون. وأكد الحريري بعد الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس عودته لحضور عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك سيعلن عن مواقفه السياسية بعد الاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. وكان الحريري الذي أعلن استقالته هذا الشهر أثناء وجوده في السعودية قد وصل إلى باريس يوم السبت في إطار جهود وساطة فرنسية بهدف محاولة تخفيف التوترات في المنطقة. وأدت استقالة الحريري إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران من جانب آخر.
اختتم مؤتمر الأمم المتحدة 23 للمناخ في بون عقب أسبوعين من المحادثات الشائكة جراء انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وقبل بدء عام 2018 الذي يبدو أنه سيشهد مفاوضات شاقة. وقرر مندوبو نحو 200 دولة في بون خوض عام جديد من الحوار بهدف التوصل بحلول نهاية عام 2018 إلى بيان مشترك حول انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض. ويهدف ذلك إلى تشجيع ومساعدة الدول على إعادة النظر في التزاماتها ليتمكن العالم من تجنب أن ترتفع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عما كانت عليه ما قبل الثورة الصناعية حسب ما تنص اتفاقية باريس حول المناخ. وفي بون بدأ المفاوضون بوضع سبل تنفيذ اتفاقية باريس التي من المفترض أن تطبق بدءا من عام 2020 وتباحثوا في كيفية تقديم الدول تقارير حول أنشطتها وكيف ستحصل متابعة المساعدات المالية التي وعدت بها الدول الغنية. قالت السلطات الأرجنتينية إنها فقدت الاتصال بغواصة تابعة للقوات الأرجنتينية إنها لها منذ يومين من بحر الأرجنتين الجنوبي، مؤكدا أن ما حدث هو فقدان للاتصال ومن المبكر القول إن الغواصة مفقودة. وأشار المرأة القول إن الغواصة ماكري التزام بلاده الكامل باستخدام جميع الإمكانات الدولية والوطنية اللازمة للعثور في أقرب وقت ممكن على الغواصة. حصل كلب عسكري في بريطانيا على وسام كما وصف بالبطل تقديرا لجهوده في العملية العسكرية في أفغانستان. وجرى تكريتان الكلب وهو من فصيلة بيلجين مالينوا قد أرسل في مهمة استكشاف إلى مبنى سكني مرتفع خلال حريق ومواجهات بحثا عن مقاتلين أو عبوات ناسفة تمهيدا لدخول القوات للمبنى. وقال الضابط بالقوات البيطرية في الجيش البريطاني دانيال هاتلي وهو المسؤول عن الكلب إنه من المهم الاعتراف بالدور الحيوي الذي تقوم به الحيوانات في الجيش، وهو دور يساهم في إنقاذ أرواح الكثيرين. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.